عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتبحث عن عطر من العطور مميزة جدا الفخمة جدا اللي زهرة الباتشولي بتلعب دور مهم جدا فيها، في نفس الوقت العطر ده دافي وناعم. خليني اكلمك على ثبات العطر، خليني اكلمك على عطر راقي جدا ليكي، عطر سكسي من المقام الاول. حاسة الشم بتلعب دور مهم جدا في استنشاقك العطور، وكمان بتلعب وتحرك الغريزة اللي جوانا. سواء العطور عطور عادية بنستخدمها في العطور اليومية أو عطور خاصة بالعطور العلاقات الحميمة. مهم جدا إن أنت تختار العطر بناء على دراسة وأسس علمية. لو أنت مهتمية بالعطور جهزي كوباية القهوة وشوفي الحلقة دي للآخر، هتستفادي منها معلومات قيمة جدا بإذن الله. ولو استفدتي متنسيش تشير الحلقة مع أصدقائك عشان كلهم يستفادوا هم كمان. عطرنا النهاردة من نارسيسو رودرجراس، ليه فور هير، اللي هو عطر نسائي في المقام الأول. العطر ده ميزته ان هو بيتخلله زهرة الباتشولي، وزهرة الباتشولي من الزهور الفخمة جدا المميزة جدا، اتكلمت عنها مرارا وتكرارا عندي في الحلقات هنا في القناة. طبعا لو أول مرة بتشرفيني في القناة دلوقتي دوسي زر الجرس واشتركي معانا عشان تستفادي بالحلقات. تقييماتك للعطور طبعا لو انت مهتمية بالعطور، لو مش مهتمية خلاص يعني ما تشتركيش معانا. طيب العطر الموجود معانا النهارده ايه اللي بيميزه؟ ان زهرة الباتشولي، بس مش زهرة الباتشولي فقط، لا هو فيه ريحة بخورية. طبعا زي ما انت شايفه دلوقتي العطر هسيبهولك دلوقتي، العطر الابيض لونه ابيض، يعني كتير جدا بتبحثوا عنه اللي هو اللون الابيض، نرسيسو الابيض. فالعطر زي ما انت شايفه دلوقتي ده العطر اللي احنا بنتكلم عليه. في مقدمة العطر هتشوفي الفاونيا. زهرة الفاونيا تحديدا هي والارس من الزهور الفخمة جدا لما تشوفيها في عطر، في مكونات العطر الحقيقة بتكون مميزة جدا لأن هي زهرة بطبيعتها ناعمة. وزهرة الأيرس والفاونيا واليالينج يالينج تحديدا لو شفت الثلاث زهور في أي نوتات عطرية فعلا العطر ده هيكون مناسب جدا بالنسبة لك. طبعا لو أنت بتحبي النوتات العطرية، عارفة الدافية المسكرة يعني السكرية اللي في نفس الوقت سويتية، يعني نقدر نقول عليها سويتية، الريحة سويتية. طيب ده في مقدمة العطر. مش بس كده، لا كمان في الياسمين، وهنا الياسمين المصري، الياسمين المصري من مصر على فكرة. الياسمين في مصر مميز جدا يعني. طيب في زهرة اسمها زهرة بخور مريم، زهرة بخور مريم برضو تقدر تبحث عليها، من الزهور الفخمة جدا المميزة جدا. انطباعك عن العطر انطباع سويتي في المقام الأول. بعد كده النوتات العطرية الوسط العطر هتشم فيه زنابق الوادي، برضو الزهور البيضاء، في الورد البلغاري، في كمان العنبر اللي هو الرتنجات. موجود مجموعة من الرتنجات موجودة فيها بتديلك طبعا هدوء وفي نفس الوقت فخامة موجودة فيها من العطر. احنا كده لسه بنتكلم على العطر السويتي. العطر هيستمر معاك بشكل قوي جدا، يعني فترة طويلة جدا سويتية. بعد كده يتقلب العطر معاكي على القاعدة العطرية اللي هي المسك والباتشولي. هنا وجود المسك ريحة النظافة، طبعا كلنا عارفين ريحة النظافة ومهتمين طبعا بالعطور بتاعتنا بريحة النظافة. بتفرق كتير جدا معانا. زهرة الباتشولي هنا بتدي العطر ده فخامة، يعني بتديله شيء من الفخامة كده. العطر تقدر تستخدميه في يومك، لا مميز جدا. تقدر تستخدميه كمان في البيت، مميز جدا برضو. يعني من العطور الفخمة جدا اللي هتناسبك وكمان هتناسب كل اللي حواليك. يعني ايه؟ يعني كل اللي حواليك لما تشم العطر هتسمع اطراءات كتيرة جدا منهم. العطر لا عطر فخم، عطر مميز، عطر من المكونات العطرية المميزة جدا. العطر ثبات، وثبات يقعد معاكي لتاني يوم وتالت يوم كمان على عكس تقدير تلات أيام. طبعا أنا بتكلم في الأجواء الباردة. انتشار بتاع العطر برضو، الأداء بتاع العطر وانتشاره ينتشر معاكي لمدة تقريبا ساعتين، بس مش هيبقى منتشر جامد يعني. ما تتوقعيش الانتشار الواو يعني يكون منتشر. يعني كل اللي هيمر جنب منك كده هيشم العطر فيك هيكون مناسب جدا برضو. عطر هادي يعني. بصراحة العطر ده يعني يناسب مين؟ يناسب من سن مثلا
26 كده وأنت طالعة، يعني المتزوجات يكون مناسب جدا بالنسبة لهم. سن 35 سنة هيكون مناسب جدا بالنسبة لك، سن مثلا يعني في العمر ده هيكون مناسب جدا بالنسبة لك، ده الأعمار هيكون مناسب جدا. طبعا البنات الصغيرة الأقل من كده لا، مش هيكون مناسب العطر بالنسبة لي، لأن العطر سويتي أكتر يعني. لكن في عطور كمان يعني تصلح ليها، يعني لكل فئة عمرية يا جماعة. مصمم العطر بيصمم العطر للفئات العمرية، كمان الفصول بتاعت السنة، كمان رجالي نسائي. مهم جدا إن أنت تاخدي بالك من التفاصيل الدقيقة دي، لأن ده بيفرق معاك كتير جدا في استخداماتك للعطر. لو انت استخدمت العطر في حاجات مختلفة عن الحاجات دي، العطر مش هيأدي أداء كويس. فبرضو دي معلومة مهمة جدا كمان، عشان في ناس بتقول احنا استخدمنا العطر والله العطر ما كانش كويس، العطر لا، هم ممكن يكون استخدم العطر خطأ، استخدم العطر في وقت غير وقته. مش معنى كده. في عطور طبعا بتكون مصنفة او فيها زيوت عطرية هتصلح معاكي طول السنة، وفي عطور هتصلح معاكي في وقت الخريف، وقت الصيف، وقت كده. العطر معانا النهارده افضل ان هو يستخدم في الاجواء البارده اللي يكون مناسب جدا. طبعا ليه مش في الاجواء الحاره؟ الروائح السويتيه الموجوده فيها ممكن تكون مش هتكون مناسبه بالنسبه لك في الاجواء دي، فبالتالي الفتره دي هيكون مناسب جدا بالنسبه لك. كمان انا هسيب لك رابط باذن الله اسفل الفيديو في الوصف، تقدر ان انت تحصل عليه بشكل سريع جدا برضو مناسب، عشان برضو ما حيرتكش. اخيرا انا عايز اقول لك ان لو انت من عشاق الروائح السويتيه، الروائح الهاديه المميزه، العطر ده هيكون مناسب جدا بالنسبه لك، تقدر ان انت تستخدميه. كمان لو انت استفدتي من الحلقه ما تنسيش تعمل لها شير، وكمان انت لو انت استخدمت العطر برضو تقدر تقول لنا رايك في الكومنتات عشان الكل يستفيد. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.